مرهق ومش قادر تتمرن، يبقى غالبا محتاج ديلود. فيديو النهارده هنتكلم عن الديلود ومعناه وبيتعمل ليه وامتى وازاي. اغلبنا ما يعرفش يعني ايه ديلود، وده اكبر غلط بنقع فيه، وده مع الوقت بيوقف تطورنا في التمرين مع زياده الحجم والشده. مع مدار الاسابيع والشهور فالجسم بيجيب اخره في التحمل، ويبدا الاستشفاء يقل مع الاستمرار في زياده المجهود، فممكن في المرحله دي جسمك يهدم اكتر ما يبني. هنا الديلود بيرجع الاستشفاء تاني في مستوى عالي. يعني الديلود هو فتره تقليل الاحمال بهدف الاستشفاء وتقليل الاجهاد. الديلود بيتعمل بكذا طريقه، بس عندك اشهر اثنين. رقم واحد، وانك تعمل ديلود لما تحس انك مرهق بزياده ولا ادائك يقل في التمرين، تبدا تعمل ديلود وبعدها ترجع تكمل. والطريقه الثانيه انك تعمل الديلود بخطه وتكون مخصص وقت للديلود، واللي ممكن يتعمل كل 8 اسابيع يكون عندك اسبوع ديلود. طيب نعمله ازاي؟ عندك كذا طريقه، زي انك تقلل حجم التمرين النص، بمعنى انك تقلل اوزان ومجاميع، او انك تقلل الشده يعني تتمرن بعيد عن الفيلر، او ممكن تعمل الاثنين مع بعض، بس اهم حاجه يكون الديلود معمول صح ومحسوب. طيب ازاي ترجع بعد الديلود؟ لما تيجي ترجع للجدول ممكن ترجع زي ما كنت قبل الديلود، ممكن ترجع تدريجيا، وده بيختلف على حسب هدفك من الديلود. يعني مثلا في الباور ليفتنج بعد الديلود بكسر وزن، وفتره الديلود بتكون فتره اريح جسمي فيها، بس بفضل محفزه واكون في افضل حاله واقدر اكسر اوزان. قول لي حابب اتكلم عن ايه المره الجايه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى الفيديو اللي جاي.